المعمم الشيعي والعالم حسين الموسوي يقول في كتابه لله ثم للتاريخ، يقول في فترة وجود الخميني في العراق اللي هي تقريبا 14 سنة ظل، هو كان من أقرب الأصدقاء للخميني. فيقول كنا في يوم معزومين في منطقة قريب الموصل، وبأثناء الرجعة إلى النجف يقول طبينا في بغداد في منطقة العطيفية. فالخميني كان يعني تعبان، فقال لي خلينا نروح نزور أقربانا شوية نتعلل يمهم وناكل ونرجع نكمل الطريق. فقال لي يلا أوكي. فيقول طبينا وبدت عاد الناس تجي يعني ترحب بالمرجع الخميني. فانترس البيت يقول ناس وظلوا يسلمون عليه إلى أن صارت الدنيا الليل. فكل من راح لبيته يقول أثناء ما يطلعون فكانت أكو بنية صغيرة عمرها 4 سنوات، يوصفها حسين الموسوي يقول جميلة جدا. فالخميني طلب من أبو البنية، قال له أريد أن أستمتع بها. فطبعا يقول أبو البنية فرح جدا وما صدق نفسه، بحيث قبل رجل الخميني وقال له أكيد طبعا هذا شرف إلنا أنه تتمتع بها. فيقول أخذ البنية الصغيرة اللي عمرها 4 سنوات، يقول طبعا مسوي له هو غرفة إله، يعني طو غرفة إله، وأني بالغرفة اللي بجنبه. يقول الليل كله أنا أسمع يعني صوت صراخ وبكاء البنت. يقول ما قدرت أنام، يعني هذه كانت يعني مثل الصفعة بالنسبة لي. يقول قعدنا الصبح على الفطور، أنا قالب وجهي، فهو حس بي أنا ما قابل على اللي صار. فسألني يقول قال لي شنو رأيك بزواج المتعة؟ قال له والله يعني مرجعنا انت اللي عندك رأي بهذا الموضوع. انا يعني شنو رأيي؟ ما عندي رأي بهذا الموضوع، هو شيء حلال وش اسمه. قال له زين شنو رأيك بمفاخذة الرضيعة؟ قال له اللي اعرفه مفاخذة الرضيعة جائزة، ولكن عدم الادخال. طبعا يقول انه انا شكيت انه هو ادخل بها. زين. يقول هو ذاك وقت وهذا وقت أنا بعد الخميني شطبته من حياتي، وهي هاي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، أنه أنا يعني طلعت من هذا المذهب، وطلعت من هاي شو اسمه كلها، المنظومة كلها. يقول بعدين رجعت أنه راجع التاريخ أشوف هل فعلا أنه هذا الشيء صاير قبل، صاير عند الأئمة، هل يوجد أحد من الأئمة مثلا فاخذ رضيعة؟ يقول ما شفت هذا الشيء. فاستغربت من الفعل الخميني، رغم أنه هو هذا الشيء يعني موجود بالفقه، ولكن أنا ما تحملت هذا الموضوع. فمو غريبة اليوم أنتم تستغربون من القانون الجعفري، ومن فتوى السيستاني والخوئي وغيرهم من مفاخذة الرضيعة، لأنه هذا مو من عندهم بصراحة. يعني هاي فتوى للإمام الصادق مفاخذة الرضيعة والدخول بها عند التاسعة. فأنا أشوف المشكلة هي مو بالرجال الدين بصراحة. رجال الدين هم بالعكس هم يمكن مطبقين لهذه الشريعة. المشكلة بالنصوص، احنا عندنا مشكلة بالنصوص، ولازم نتخلص من هذه النصوص، لأن هذه النصوص بصراحة غير صالحة لكل زمان ومكان، وأصلا أنا بنظري هي غير صالحة حتى لذاك الزمن. يعني أنا ما عندي بالتاريخ شفت أنه أحد مثلا فاخذ رضيعة، حتى بالتاريخ الغير إسلامي. فهذا الموضوع بصراحة مشين إلنا كلنا، مشين إلنا كبشر، مشين إلنا كشيعة، مشين إلنا كمسلمين. فيجب أن نتخلص بصراحة من هيك نصوص، ولازم نفكر شوية بهيك نصوص، نشوف هل هي فعلا صالحة لكل زمان ومكان. لا أعتقد.
أف وتف على هذا الدين، أعوذ بالله. إيه هذا الدين القذر